السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير. معكم خوكم زكريا. نتقاسم معكم واخا من بعيد كيفاش الذكر تيخدم النتوى. الذكر هو اللي الوسط حدا المشربيه، هو هابط لتحت، والانثى هي اللي على اليسار في الشاشه. هنا الذكر كيفاش تيخدم الانثى. الذكر اللي تيخدم الانثى تيبان لينا تابعه وراكد عليها وهي غاده هربانه منه، وكاين اللي تيعتبر هادشي شي جار، وانما هاد المساله هي اللي تنقولوا عليها ان الذكر تيخدم النتوى بهذاك، تيحفزها بهذاك المتابعه ديالو، تيتبعها وتيبدا يغرد عليها. هاي دابا هي جات عندو، هي شطحات عليه، هي مشات فوق العش، وقفات فوق العش، هو فوق المجتم. وهنا تيحاول يدير لها اثاره انتباه كما تنقولوا ليه، يعني كما اش بغيت نقول لكم، بغيت نوصل لكم واحد المصطلح اللي تفهموه. يعني بحال تيقدم راسو قدامها، تيبغي يفرض راسو قدامه، تيبغي يغريها باش تقبل به. وهذا هو الطقوس ديال الطائر الحسون. هي هربانه منه، هي جات شطحات عليه، شتي بزط عليها، هربت منه شطحات عليه. وهذا هو التزاوج ديال الطائر الحسون. مساله بسيطه اللي بغيت الاخوان وانا ندير هذه المواضيع، ولو انه تيتشابهوا، ولكن راه فيهم كل موضوع ان شاء الله ولا كل فيديو راه فيه واحد الفائده اللي غيستافد منها الاخ ولا الاخت، الاخوان جميعا. هنا الذكر هو اللي تيخدم الانثى بهذيك الملاحقه ديالو وبهذاك التغريد ديالو القوي، بانه تيبغي يلقحها، والمسائل هي تدخل في هذيك الجو ديال الجهوزيه والجو ديال التزاوج، وتتبني العنقود البيض وتتبغي تتزاوج، تدير البيض وتتبغي تلقح. ها انتم كما تلاحظوا فيما تمشي تتبعها هوايا، وهي تهرب منه وتشطح عليه. يعني عادي جدا هاد المسائل. ودابا قبل من نصور لكم راه سمعت الضجيج نايض والشجار نايض، داكشي علاش صورت لكم باش نقرب الاخوان الصوره اكثر. واخا الصوره دابا مع مزوميه ما تتبانش مزيان، ولكن ان شاء الله غتفهموا اكثر، غتفهموا ان شاء الله داكشي اللي بغيت نقصد. الذكر ديما تلقى لاحق عليها، ديما تابعها، ديما الذكر تابعها. وغتجي واحد الوقيته هي من عاد تبغي تلقح، غتولي هي تابعاه وما تجي حداه. دابا تيجري عليها، ما تيبغيش يخليها توقف حداه. وهنا تنشوفوا تنقولوا قال هذا راه ما مزاوزينش هادو، كيفاش الذكر تيجري على النسوه؟ ولا راه هذا هو التزاوج. ولكن راه ريحات ليه دابا ما يخليهاش تبقى تسنى، عاد تريح يطلع يلقح. والذكر تبارك الله راه واجد، الله يبارك. هذا موضوع خفيف باش نوضحوا الصوره اكثر، وكيفاش الانسان يتعامل مع الطويرات ديالو في هذه المرحله هذه، يخليهم مع بعضياتهم، ما يفرقهم ما والو. وكما قلنا الذكر تيخدم النسوه، خاصه الا كان الذكر موالف وداخل الجهوزيه وهاد المسائل. واخا النسوه تكون شويه يعني باقا معطله، هو تيخدمها، هو تيدخلها للجهوزيه. خاصه المولوع ما يبقاش يطلع عليهم في العش، ما يبقاش يبرزطهم، يعطيهم الخصوصيات ديالهم. وهذا هو اللي كاين الاخوان. موضوع بسيط، نتمنى ما تكون من الله عز وجل فيه افاده وصلات. هادشي اللي كاين. يعني هنا تيبقى هو تابعها وهي هربانه منه، بحال مضاربين، وتتجي حداه وهي هو تيجري عليها. وهنا المولوع تيشوف تيقول انه وقال راه ما كاينش الموافقه بيناتهم، ما كاينش القبول بيناتهم. بالعكس، اللي خاص المربي هو يصبر عليهم. انا دابا حطيتهم مع بعضياتهم، ما نقدرش نقول لكم سيمانه عتبني العش ولا شهر عتبني العش. انا مخليها هو تيخدمها وهي تتخدمو، تجي الوقيته ديالها اللي عاد دير هي تبغي تحط البيض وعاد تبغي تبني العش وهاد المسائل، وغتخدم بكل اريحيه باذن الله عز وجل. كاين شي سؤال شي استفسار؟ مرحبا الف مرحبا، معكم خوكم زكريا كالعاده، والسلام عليكم ورحمه الله.